الراعي الرسمي في اي عزومه، وكمان الراعي الرسمي من الاخر في اي فرح، في اي مناسبه كده تلاقي الصينيه دي حشره نفسها معاكي على السفره كده. في اي حاجه، حتى لو عامله عزومه لاصحابك برضو هتلاقيها محشوره كده ومحطوطه في نص السفره. تعالي بقى اما اقولك على الاسرار اللي هتطلعيها بطريقه مظبوطه جدا وطعمها خطير والكل يحلف بجمالها. الاول كده هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، ودعوه لاخواتنا ربنا ينصرهم ويفرح قلوبهم، وربنا كده يعني يجعل الايام الجايه سعاده علينا وعليكم جميعا. اول حاجه حطيت طاسه على النار وسخنت قوي، رحت حاطه فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه من غير اي ماده دهنيه. قلبت اللحمه وشوحتها يمين في شمال كده لحد لما اللحمه غيرت لون بالشكل ده. معايا بقى 3 4 بصلات كبار فرمتهم في الكبه خشن. فرموهم خشن. هبدأ بقى ان انا انزلهم على اللحمة بالشكل ده. بحبح ايدك في البصل شوية هتزودي الكمية وهتاخدي طعم لذيذ. بحبح ايديك. هقلب بقى اللحمة مع البصل كويس. ودلوقتي هنضيف التوابل اللي مش كتير بس هتفرق في الطعم وكمان الريحة خطيرة. اول حاجة ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. كمان هضيف عليها ربع معلقة صغيرة من البهارات المشكلة او السبع بهارات. كمان نص معلقة صغيرة من الملح. وقلبي بقى اللحمة مع باقي المكونات الجميلة دي. بصوا بقى يا جماعة ريحة اللحمة والبصل دي كده حاجة تحفة. كمان هضيف شوية بسيطة خالص من القرفة، يا دوب رشة قرفة بس، بحب قوي اضيف على اللحمة المفرومة قرفة. وكمان هجيب بقى جزراية كده هبدأ ان انا ابشرها بالطريقة دي فوق اللحمة. حلو الجزر. الجزر برضو مع اللحمة المتعصجة بيزود الكمية وبيخلي طعمها جميل قوي. خلاص. نقلب بقى معلش ما كنتش اخده بالي خالص من ان الكاميرا بتتهز، اعذروني. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده. بص بقى ريحه اللحمه المتعصجه دي خطيره. نهدي بقى عليها النار شويه واسيب اللحمه تستوي، والجزر يدبل كده مع البصل شويه وكل المكونات تستوي مع بعضها بالشكل الجميل ده. واركني اللحمه المتعصجه دي على جنب وهتجيبي حله بقى. بص الحله دي انا هعمل فيها البشاميل. تمام. انا استخدمت 5 معالق كبار من البشاميل. هستخدم 5 معالق كبار من الزبدة. هنعمل البشاميل بالزبدة دي زبدة فلاحي بقى. زبدة فلاحي اصلي. يعني ولا تقولي لي مش عارفة شركة ايه، ولا تقولي لي مش عارفة ايه مزرعة ايه، ولا الكلام ده كله فلاحي اصلي. من قلب بلدنا كده. خلاص حطيت بقى الزبدة بالشكل ده وهستنى الزبدة تسيح. ما عندكيش زبدة فلاحي استخدمي اي زبدة عندك، ده انا بس كده ايه كمان عندي قطعة زبدة فقلت اما اروق على المكرونة. خلاص هنا بقى بعد ما الزبدة سخنت هضيف عليها الدقيق. وهقلب الدقيق مع الزبدة بالشكل ده. يا دوب بس الدقيق يتحمص. هضيف عليه كمان معلقة من الزيت. واقلب بقى. خلاص هنا ما شاء الله الدقيق زي ما انتم شايفين كده اخد تحميصة بسيطة. هضيف الحليب. انا معايا 2 لتر من الحليب. احنا هنعمل هنعمل كيلو الا ربع من المكرونة البشاميل. تمام. نص كيلو لحمه مفرومه عليها مناسب جدا وحلو قوي. وبالنسبه لكميه البشاميل دي مناسبه جدا جدا. هتحطي 2 لتر من الحليب. لان احنا مستخدمين صينيه كبيره شويه. هقلب بقى الحليب مع الدقيق، قلبي قلبي بقى بالشكل ده كده لحد لما القوام بقى يتظبط معانا بالشكل ده. وعلشان خاطر نظبط بقى الطعم هضيف ربع معلقه صغيره من الكبابه الصين المطحونه. و ربع معلقه صغيره وسنه كمان فلفل اسود. ونظبط الملح بتاع البشاميل. ضفت نص معلقه صغيره من الملح. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. حسيت ان الخليط تقيل معايا ومحتاج شويه سوائل تاني بضيف مرقه بقى. شوربه. شويه شوربه بيظبطوا الطعم على فكره وبيخلوا طعم البشاميل حلو قوي. خلاص كده البشاميل جاهز، هسيبه بس يبقبق كده ويغلي غلوه. وبكده نكون عصجنا اللحمه وعملنا البشاميل، ما بقاش بقى يعني فاضل علينا غير ان احنا نسلق المكرونه. بس الاول كده بفكرك لو بتشوفينا لاول مره يا ريت تشتركي معانا وكمان تكتبي رايك في الكومنتات تحت. بس تعالي كده اوريكي القوام المظبوط ده، القوام المظبوط اللي تاخدي منه نتيجه حلوه قوي وصينيه المكرونه بتاعتك تكون تحفه. من غير اضافه جبن بقى، انت لو حابه تضيفي جبن ضيفي. بس انا الطريقه دي عاملاها طريقه اقتصاديه شويه. يعني مش عايزه اكلف نفسي بصراحه وجبنه موتزاريلا بقى وميكس جبن، لا دي الطريقه الاصليه للمكرونه، يعني مكرونه بشاميل بحته يعني من الاخر. فتعالي بقى دلوقتي جاهزين ان احنا نسلق المكرونه. انا حطيت حله على النار وحطيت 3/4 ميه بالشكل ده وحطيت فيها ملح بس. واول بقى ما الميه تغلي هضيف كيلو الا ربع من المكرونه القلم. تمام.
تفاعلك على الحلقة ده مهم جدا، هيرفع الحلقة بتاعتنا وهتتشاف كتير. فلو عجبتك الوصفة ياريت ما تبخليش علينا بقى انك تحط لايك وكمان تكتبي رأيك. خلاص بقى هقلب المكرونة من وقت للتاني لحد لما المكرونة تستوي يا جماعة 3/4 سوا او اقل كمان من 3/4 سوا. هوريكي كده المكرونة يكون فيها قطمة كده، يعني اتقطمت بصوا لسه فيها خط ابيض من جوه. هصفيها على طول في المصفى، طبعا جهزتها في الحوض. هصفي المكرونه على طول، انا طفيت النار وهرجع المكرونه في نفس الحله اللي سلقتها فيها بالشكل ده. انا ما شطفتش المكرونه، انا عايزه المكرونه بشويه النشا اللي فيها علشان خاطر تمسك كده على البشاميل. وحطيت فوقيها شويه بشاميل وقلبت. ولعي الفرن بقى وسيبيه يسخن حلو قوي. تمام. وهتاخدي على شويه المكرونه دول معلقتين كبار من اللحمه اللي انت معصجاها وقلبيها في بعضها. قلبيها في بعضها كده. صدقيني معلقتين اللحمه اللي انت بتضيفيهم على خلطه المكرونه من بره دي تحفه جدا جدا. هتجيبي بقى صينيه كبيره بالشكل ده كده، تاخد الكيلو الا ربع من المكرونه وهتديها بقى شويه بشاميل توصي كده شويه. ما دهنتش سمنه ولا دهنت زيت، انا حطيت شويه بشاميل وفردتهم بالشكل ده. هاخد بقى نص المكرونه وافردها في الصينيه، ريحتها تحفه. خلاص. وبعد كده هظبط بقى المكرونه. انا ما بحبش المكرونه تكون عاليه قوي وتخينه، يا دوب بصوا يا دوب المكرونه مفروده وكام واحده كده لازقين في بعض. هاخد بقى على اول طبقه من المكرونه شويه من البشاميل، شويه صغيرين مش كتير، علشان خاطر بس اللحمه تفضل ماسكه كده في المكرونه وما تفرولش معاكي كده وتنزل منك. هتجيبي بقى كميه اللحمه المفرومه تفرديها على اول طبقه من المكرونه، ويا سلام بقى على الروايح يا جماعه، خطيره خطيره بجد، تحفه جدا جدا. واقول لك بقى على خطوه حلوه قوي هتحطيها على الوش، هتخلي لونها زي اللي بيحطوا عليها جبنه بالظبط واحسن كمان. شويه بشاميل كده خفاف على اللحمه برضو من فوق. خلاص. وبعد كده هجيب الطبقه التانية من المكرونه وهفردها على اللحمه بالشكل ده. سواها كويس بقى، سواها كويس وظبطي طبقه المكرونه اللي على الوش. حلو الكلام، حلو قوي. المكرونه دي بقى انا كنت عامله جنبها دكر بط مسلوق كده، هوريه لكم. ما تستعجلوش ما تستعجلوش على الوصفه، بس كملوا الوصفه بتاعتنا للاخر. اخدت بقى شويه بشاميل حلوين كده على وش الصينيه، وهنفرد بقى البشاميل كويس. وتعالي بقى اما اقولك هعمل ايه علشان خاطر وش البشاميل يكون لونه حلو. بيضه، معلش محدش هيلاحظ انك حاطه عليها بيض اصلا، ولا هيلاحظ ولا زفره بقى ولا اي حاجه خالص. بيضه، رشه فلفل اسود، نقطتين 3 من الخل، بس كده. قلبي بقى البيضه مع الخل والفلفل الاسود كويس جدا، وخدي عليهم نص كوبايه من البشاميل، قلبيهم مع بعض كويس جدا جدا. وهتحطيها بقى فوق الصينيه الجميله دي. بصي بقى وانت بتوزعي، يعني هقولك بقى توزعي ازاي. بصي يعني بحرفنه كده، حرفنه بس مش قوي يعني احنا ستات بيت برضو يعني مش شيفات ولا حاجه، بس بنعمل الاكل بمزاج. بصوا بقى بالمعلقه كده حاولت ان انا ادمج طبقه البيض مع الطبقه اللي تحت، وهحطها بقى في الفرن وهولع عليها من تحت. وهولع الشوايه، انا سويتها في الفرن البلدي ده. لو انت هتولعيها هتسويها في فرن البوتاجاز عادي، سخن الفرن حلو او حطيها قرب الصاجه، وولعي عليها من تحت. اول ما تتحمر من الجوانب ولعي عليها الشوايه تاخد اللون الخطير ده. بصوا بقى لونها عامل ازاي، تحفه جدا جدا. بالنسبه لدكر البط اللي انا عملته جنبها ولع زي ما انت شايفين الدكر ولع في الفرن، بس على مين، اهم حاجه ما اتحرقش. كنت دهنته بالسمنه وحطيته كده اتحمر تحت الشوايه. وعندي بقى شويه صلصه كده بتوم، بعد ما اتحمر رحت بقى ايه دهنه كده دكر البط بشويه صلصه، دول بقى طعمه وريحته خطير. جربي بقى صينيه المكرونه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبك جدا، ومش هتبطلي تعمليها، بجد تحفه قوي.